القبيلة اسمها الفلان أو الفلان. الفلان بالنون يعني. بالنون. إيه. لكن يعني صار لها أكثر من تحويلات. إيه. فناس يقولوا الفلاني وناس يقولوا الفلاتي، ناس يقولوا فلاتة. يعني كل بحسب الجهة التي تستخدم فيها الكلمة، وهذه منتشرة في غرب أفريقيا عموما، بدءا من السنغال بل من موريتانيا إلى السودان، لأنه أكثرهم عبارة عن رعاة، فهم يمتدون ويسيرون حيث يسير الماء وحيث حيث توجد المياه والأمطار والمراعي. أصل القبيلة نشأت من القبائل الموجودة في غرب أفريقيا، لكن صارت مصاهرة بينهم وبين العرب الذين ذهبوا إلى غرب أفريقيا، ومنهم عقبة بن نافع رضي الله عنه. فكانت نتاج هذه المصاهرة وجدت هذه القبيلة، لكن أكثر من 50% أو 60% من لهجتها من أصول عربية، كلمات عربية هناك. أي. واللي انتقلوا إلى الجزيرة العربية عددهم كبير من هالقبيلة؟ لأنهم يأتون مع الحج ويستقرون. كانوا زمان يأتون مع الحج، وتعرف رحلات الحج كانت صعبة، الذهاب والإياب كله مشيا صحيح وبحرا وكذا، فمن جاء استقر خلاص لا يرجع. بالنسبة لنا جدنا عثمان هو الذي جاء. أبو حسن اللي هو أبو والدي. أبو الوالدي كان هنا وانخرط في الجيش العثماني. أي نعم. وأصيب في تلك الفترة، ولذلك الوالد نشأ وهو يتيم يعني. نعم جدتنا جاءت معه ودفنت في البقيع. الله. ووالدكم حسن رحمه الله الجميع تقول نشأ يتيما هنا. نعم نشأ يتيما هنا في المدينة، وكان كفله بعض أصحاب أبيه اسمه عثمان أيضا. سبحان الله. وتزوج هنا يا شيخ؟ وتزوج هنا لأن زوجته من قبيلة غير قبيلة الفلاتة، من قبيلة البرنو. تزوجها هنا في المدينة. تزوجها في المدينة بالتأكيد كان قبل عام 50. طبعا أنا من مواليد عام 64، لكن أنا أعتبر الولد الخامس، وبالتالي كلنا والله الحمد عشنا في كنف الوالدين. الوالد يعمل في بداية أمره، كان يعمل فران في الفرانة. ثم بعد ذلك التحق بدار التربية الاجتماعية، يعمل عندهم طباخ إلى أن توفي رحمة الله عليه. كان هناك 4 كتاتيب مشهورة في داخل المسجد النبوي، منها كتاب الشيخ عبد الحميد، طبعا هذا كان يعمل مع الشيخ جعفر فقيه. وهناك كتاب الشيخ بن سالم، هناك كتاب للشيخ محمد طه، وكتاب للشيخ عبد الحميد مرشي. هذه 4 كتاتيب مشهورة، معظم أبناء المدينة كانوا يلتحقون بها قبل الالتحاق بالمدارس النظامية. أنا واحد منهم. أذكر في عام 70 رسلني خالي إلى المدرسة الناصرية، فلما أجروا لي مقابلة وشافوا سني أقل من المسموح به حولوني إلى كتاب الشيخ عبد الحميد هيكل، وكان ذاك الوقت كتاب الشيخ جعفر فقيه.